الانمي الياباني ولا الدونغوا الصيني؟ تفتكروا جوجو اقوى ولا وانج لين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنه بين الانمي والدونغوا وايه الافضل وكرأيي الشخصي بحب ايه. النهارده احنا مش جايين نعمل مقارنه عاديه، احنا جايين نتكلم عن المعجزه البصريه اللي جلبت الموازين، الدونغوا الصيني. انا عارف انه 90% منكم اول مره يسمعوا الكلمه دي او شافوا لقطه بالصدفه قالوا ايه الجرف ال 3 دي ده، بس صدقني بعد الفيديو ده انت هتسيب ناروتو يحل مشاكله النفسيه مع ساسكي وتروح تتفرج على ابطال بيفرتكوا الدنيا. علشان كده روح جهز كوبايه القهوه بتاعتك وركز معايا علشان احنا داخلين على عالم ما يعرفش الرحمه. بص يا سيدي، دونغوا دي كلمه صينيه معناها ببساطه رسوم متحركه زي الانمي في اليابان كده. الفرق الجوهري ان اليابان استاذه في ال2 دي والصين قررت تحط كل استثماراتها في ال3 دي عشان تطلع لنا تحفه فنيه. ده غير المؤثرات البصريه في القتالات، البرق اللي بيضرب والنار اللي بتحرق، بتحس ان الشاشه هتولع في وشك. في الفيديو ده هنركز شويه على الدونغوا لانه الانمي تقريبا انت خير من تعرفه. زمان كان ال3 دي الصيني يقطع قلب الواحد من الجوده اللي زي الزفت، بس دلوقتي الاستوديوهات الصينيه بقت بتنافس هوليود في الجوده. ده عالم بيخليك تعيش جواه مش مجرد تتفرج عليها. وندخل بعد كده في النقطه المهمه جدا واللي هي القصه ومعايير القوه. بص، جميع الدونغوا قصصها عميقه وطويله وبتركز قوي على الواقع اللي احنا فيه، غدر، خيانه، عائله، حبيب، انتقام، واخيرا البقاء للاقوى. بينما الانمي بتكون معظم القصص قصيره، وفي انميات كمان موسم واحد او موسمين. القصص العميقه في انميات محدوده زي ون بيس او اتاك او ناروتو، هانتر، بليتش، بلاك كلوفر، والباقي تعدهم على صوابع. طيب بالنسبه للقوه، في الدونغوا كلها معتمده على قوه روح الشخص، بمعنى القوه الروحيه، وكل الدونغوا ماشيه بنظام رتب معينه. على سبيل المثال في قصه منهم الرتب تبدا بتكثيف الطاقه ثم تاسيس القاعده ثم النواه الذهبيه، وانت طالع في الرتب بقى. وطبعا من قصه لقصه بتختلف اسماء الرتب ولكن بنفس الفكره، بمعنى انه لو حفظت اسماء الرتب في قصه معينه هيكون فهمك اعلى للقصه. بس اقول هنا معلومه مهمه وصغيره، انه فكره الارواح والقوى الروحيه والافكار دي في حياتنا الواقعيه اسمها علوم الطاقه، وطبعا ده شرك بالله والسحر وكفر مخالف لعقيدتنا الدينيه. احنا طبعا بنشاهد الانمي او الدونغوا لاجل القصه والحبكه. بالنسبه للانمي طبعا ما يخلاش من المفهوم ده، لانه دراغون بول وناروتو او هانتر معتمده على نفس الفكره ولكن باسلوب تاني. وايضا في انميات تستخدم اللفظ الصريح بانها قوه سحريه وما الى ذلك. الدونغوا اغلبيه القصص بتبدا ببطل ضعيف وبيتطور مع الوقت، ولكن معظم الابطال عندهم برود الدم وعدم الرحمه والقوه الغاشمه، اشبه بالشرير اكتر من البطل. وعلشان تفهم اكتر تعالى احكي لك عن كام بطل كده. واولا نبدا بوانج لين، ده البطل اللي ما يعرفش يعني ايه رحمه. انت متخيل انه في بطل انمي بيقتل عشيره كامله نساء واطفال وشيوخ بس عشان هددوا عيلته؟ حرفيا الشخص ده عدد اللي قتلهم اشرار وابرياء لو هنعدوهم فمش هنوصل للرقم الحقيقي. لو بس اذيته حرفيا انت مش هتودع روحك بل سلم على حبايبك واهلك، وتفتكر بعد ما كلهم يموتوا يسكت؟ ده اهل مدينتك وشعبك كلهم ودع. طيب ما كنت بعدت عنه من الاول. وانج لين مش بطل شونن هيقعد يعيط ويقول انا هغير العالم بالحب، ده بطل بيغير العالم بالسيف وريته الموت بتاعته. ده الشخص اللي لو ناروتو قال له انا حاسس بيك هيقول له انا حاسس ان رقبتك هتطير. قصه انتقامه مرعبه وبتخليك على اعصابك كل حلقه. بس اللي يميز وانج لين مش قسوه قلبه بل في ذكائه، مش بيعتمد على قوته المرعبه في المواقف بل ذكائه وتحليله للموقف وازاي يضمن حقه. في بدايه القصه كان شخص اطيب منه ما فيه، ولكن انظر ما فعلته به الدنيا يا صديقي، من شخص ضعيف لشخص بقوه تدمر كواكب وعوالم. ده البطل اللي بالنسبه برشحه لانه يقدر يهزم سون جوجو. هتكون معركه شرسه ولكن لا احزم من هيكون المنتصر. طيب انا مثلا ماليش في جو الدموي والانتقام ده، وبحب الانميات اللي بتحب الهدوء وعمق القصه والعلاقات الرومانسيه الحزينه. وكده عشان اعرفك بالدونغوا اللي واخد المركز الثالث من حيث النجاح والشهره في عالم الدونغوا، في ابطال بيتولدوا بمعجزات وابطال بيصنعوا المعجزات، وفيه تشانج شياو فان البطل اللي اتولد بمأساة وعاش بلعنه ومع ذلك قدر يغير قدر الكون كله. تخيل طفل صغير بيشوف قريته كلها بتتباد قدام عينه ويفضل هو وصاحبه بس اللي عايشين. دي كانت بدايه شياو فان، بدايه مأساويه ملتهبه بالنار والدموع. كان متدرب بسيط موهبته عاديه جدا، بس القدر كان مخبي ليه حاجه تانية خالص، لعنه على هيئه سلاح بيحمل طاقه مظلمه مرعبه ارتبطت بروح شياو فان ومبقتش تفارقه. ومن هنا بدات الرحله الحقيقيه. شياو فان ما بقاش مجرد متدرب، بقى شياو فان البطل اللي بيحمل الخير والشر جواه في صراع مستمر. اللعنه دي جعلت قوته مرعبه جدا، بس الثمن كان غالي. كان بيخسر حته من روحه وقلبه كل ما يستخدم القوه دي. قصته مش بس اكشن وقوه، دي قصه حب وتضحيه وصراع نفسي مؤلم. هل هيختار الخير ويمشي في طريق النور ولا هيستسلم للظلام وينتقم للعالم كله؟ وكمان غير الصراع النفسي ده اعدائه واصدقائه وخصوصا صديق طفولته بالذات وحبيبته عايزين يقتلوه. قصه انا انصحك بيها. طيب يا عم محمود، مش حاسس انك طلعت من موضوع الفيديو شويه؟ هقول لك يا صديقي، انا لسه بحكي في نفس الموضوع ولكن الانمي في غنى
عن التعريف. الوطن العربي كله ما يعرفش غير الانمي، والدون هو ما يعرفهاش الا قليل قله. وبالنسبه للاعبين فري فاير، تعرفوا التعاون اللي اتعمل قريب بتاع سول لاند؟ هفاجئك يا صاحبي انه سول لاند محتل المركز الاول في الدون غوا، وعشان ما اكدبش عليك انا لسه متابعتوش، ولكن كل المديح اللي بيتلقاه بيغريني ادخل اشوفه، وفعلا شفت الحلقه الاولى فقط واللي عجبتني جدا. طيب يا حبيبي احنا معاك من اول الفيديو لحد دلوقتي ما قلتش مين فيهم يتفوق على التاني. يا عم اصبر عليا، كله جاي في الطريق، بس تعرف بما اني صانع محتوى لازم اكون محايد عشان ما اخسرش الجمهورين، وبما انه جمهور الانمي اكتر فدول بالذات لازم ازعلهمش، عشان كده اقول لهم الدون غوا بالنسبه لي انا كرأيي الشخصي احسن من الانمي، واكيد مع احترامي لون بيس عمي وعمك واتاك وهانتر ما تزعلوش مني، ده رأيي الشخصي وكل واحد ليه وجهة نظر وتحترم. ولو عايز تشوف مقدمه للدون غوا معينه فانا ملخص بالقناه دون غوا من افضل الدون غوا اللي تابعتها، بالرغم انه بدايه القصه عاديه شويه، ولكن بعد شويه حلقات هتشوف عظمه بجد. وللتوضيح القصه بتحكي عن عشيره كانت من ضمن اقوى 5 عشائر في القاره، ولكن بعد اجيال العشيره ضعفت واتنفت لدوله ضعيفه جدا، وحتى هناك بيتم انتقادهم لحد ما يرجع لهم الامل لما يتولد طفل موهوب جدا وقوته بترتفع بشكل جنوني. علشان كده في عيله قويه بتخطبوا للوريثه ليهم، وبرضه عشان كده العشيره المنهاره دي محدش عنده الجرأه يكلمهم الان، لحد ما يجي اليوم ومستوى الولد العبقري ده بيبدا يقف وما يتقدمش تاني، ويوم ورا يوم مستواه بينزل كمان، وده خلاه بدل ما هو معجزه العشيره الى اضحوكه العشيره. مش هحرج عليك كتير، فدي قصه تستاهل ذوقك. ولو انت اتحمست لتشوف الدون غوا فقناتي انا بتلخص انمي، وهتركز الفتره اللي جايه على تلخيص الدون غوا، علشان كده ما تنساش تتابعني وانا اوعدك هتشوف عظمه. بالمناسبه انا اسمي محمود خالد ومن مصر، واتشرف باصحابي اللي هينضموا للقناه المتواضعه دي. اخر نقطه ودي بتضايق ناس اوتاكو كتير، وهي انه الدون غوا باللغه الصينيه، بس يا صديقي تنساش انه صيني واكيد هيتكلموا بلغتهم، وانا عن نفسي بحب اللغه الصينيه. واللي هيقول الرسم زي الالعاب هقول لك انه الاستديوهات الصينيه متفوقه على اليابانيه بمراحل. الرسم واقعي جدا، وخصوصا لما تشوف الطبيعه هناك حاجه فوق الوصف حرفيا. واخيرا مش هطول عليك اكتر عن كده، اصلا انا اتصدعت لما وصلت للنقطه دي في السكريبت، ان شاء الله ما كنتش وجعت دماغك. ما تنساش بالله عليك لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير، وانا اتشرف بيك لما تشترك بالقناه، وبحب جدا لما الاقي تعليق ايجابي عشان بيحفزني، وبرضه بحب اعرف المشتركين بالقناه، عشان كده لو اشتركت اكتب تعليق واكتب انك مشترك جديد وعرفني عليك بمعنى اسمك وبلدك. وفي النهايه الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسلام.